لولو كانت مجنونة النهاردة في العيادة، مهما الدكتورة حاولت تمسكها فلولو خايفة ومتعصبة ومش طايقة حد. النهاردة قررت اخد لولو العيادة اطعمها، فادعوا لنا تبقى قاعدة ساكتة واليوم يعدي على خير. واول مشكلة قابلتني هي بندق، وبندق ده صديقها الصدوق. اول ما دخلت البوكس كان هيتجن، ولكن الحمد لله قدرنا نفلت منه ودينا وصلنا العيادة. ولكن كان في ناس جوه، وعلى ما الناس اللي جوه تخلص قابلت بسكوتة. وبسكوتة دي قطة غلبانة كانت حامل، فالدكتورة قررت تتبناها. والحقيقة كان نفسي امسك عيالها، ولكن بسكوتة كانت مركزة قوي معايا، وبسكوتة ما تعرفنيش قوي، عشان كده انا كنت خايف امسكهم بصراحة لا تاكلني. نرجع تاني لولو، ولولو كانت بدأت تتعصب وتخاف، والاجواء بدأت تتوتر. واستنوا الجزء التاني عشان نكمل قصة تطعيم لولو. ولو مش عايز تستنى الجزء التاني هتلاقي فيديو تطعيم لولو كامل عندي على القناة. اما دلوقتي سلام.